اشنو واقع مع رئيس الفريق الوداد البيضاوي سعيد الناصر اللي مشى لعكاشة البارح مع رئيس جهة الشرق؟ السؤال مطروح، علاش وكيفاش تشد وعلاش تشد واشنو طرا مع فريق الوداد البيضاوي اللي مبلبل هذا العام في المغرب وافريقيا هاد الاعوام الاخيره؟ واش تكون نهايه الفريق الوداد البيضاوي؟ نقول لك انا كودادي ما يمكنش لي نتخلى على اي عنصر من عناصر الوداد كيف ما كان، سواء رئيس او لاعب او أنا كنقدر نضحي بغالي والنفيس ووقتي، وقدر الله ما شاء فعل. حنا درنا اللي علينا وكما على الله سبحانه وتعالى. بزاف ديال الناس كيقولوا ان المغرب ما كيطبقش القانون على اصحاب السلطه والنفوذ، كيطبق غير على الدراوش. ولكن المغرب اليوم ليس مغرب الامس، حنا في مغرب اخر. سي الحموشي سد هاد العوينه على اصحاب النفوذ والسلطه، ودابا ولا غير اللي طاح في المقله كيتقلى. ما كاينش المعلم انا فلان ولد فلان ولد فركلان، غير نسى هاد اللعيبه. حنا في عهد جديد، المغرب اليوم غادي ينظم كاس العالم، والمغرب باغي ولا قوه صناعيه. وملي كنهضروا على كاس العالم يعني اوميطو كنهضروا على السياح. في هذا خاص المغرب يتنقى، واخا انا وانت عارفين مزيان باللي بزاف ديال الناس مازال خاصهم يتشدوا. منسوش واحد جوج الاشخاص اللي لعبوا دور كبير في هذه المعمعه كامل، وهما الصحفي اشرف بن المدن والفرشه. ما كاين غير عطي العصير في كاس كبير المعلم. البارح تحطيت واحد الفضيحه جنائيه كبيره فيها 25 شخص. هي الشرطه القضائيه على السيد الوكيل العام المالك بمحكمه الاستئناف الدار البيضاء 25 مشتبه به تم تقديمهم امام السيد الوكيل العام، وسبعة منهم في حالة اعتقال و18 في حالة صرع، ومن بينهم رئيس كبار ومسؤولين كبار في الدولة. لحد الآن شي معروف شي مازال كيهبشوا عليه. ومن بين هاد السبعة عبد النبي البعوي، سياسي رجل أعمال كيخدم في العقار، ورئيس مجلس جهة الشرق، رئيس مجلس إداري واستثمار لجهة الشرق، وبرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة. كنشكروا جميع اعضاء مجلس الجهه اللي وضعوا فينا الثقه اليوم على راس مجلس جهه الشرق لولايه ثانيه، وكذلك كل الشكر والامتنان لساكنه الجهه اللي وضعت الثقه ديالها في هذا المجلس هذا، اللي ان شاء الله غادي يكون عند حسن الظن وهذا رئيس جهة الشرق تشد هو والاخ ديالو واشخاص اخرين. سعيد الناصري اللي ما كيعرفوش هو رئيس فريق النادي الوداد البيضاوي. بيني وبينكم زاد بهاد الفرقه القدام من بعد ما طور الفرقه والبنيه التحتيه ديال النادي، وهذا الشيء اللي خلى الوداد تحقق هاد الانجازات الوطنيه والقاريه. اخر مره شفنا الوداد هي وثلاث فرق في القاره الافريقيه هما الطوب في الحفل تنظيم الكاف اللي دار في مراكش. التهم اللي تورط فيها سعيد الناصري ماشي عاديه ولا سهله، القضيه ماشي هكا عنده، وماشي غير وحده ولا جوج. كنهضروا على التورط في شبكه تجار المخدرات والسلاح، على الممتلكات العقاريه وتبييض الاموال والتزوير والنصب واستغلال النفوذ. تهم يعني تهم مختلفه تتراوح بين النصب والاحتيال، التزوير، تبديد الاموال، تبييض الاموال الى غير ذلك. وهذا استغلال النفوذ هي الكيورد الاساسي. ما بقاش كيرحم على الحموشي اللي حصل كيودي، لان هذه النقطه بحد ذاتها استغلال النفوذ اللي هي دايره الشافعه في المغرب، هي اللي مخلينا متلين على العالم. حتى المحامي ديالهم كيقول باللي تكون برلماني ولا وزير ما بقاتش كاينه. الوقت تبدلات، بزاف ديال الاشخاص مسؤولين كبار في عكاشه. وهنايا كنسمعوا واحد الاسم بزاف في السوشيال ميديا، وهو بارون المخدرات اسكوبار الصحراء. كيقولوا باللي القضيه سعيد الناصري عنده علاقه باسكوبار الصحراء. جهه الشرق هو الاخ ديالو، كاين مقاولين، كاين عمداء شرطه، كاين عناصر الدرك، كاين كما قلت مقاولين، كاين واحد الموثقه، كاين مصممات ازياء، يعني من جميع الاطياف تقريبا. ودابا السؤال مطروح، اشنو مصير الوداد البيضاوي؟ حيت ملي كنهضروا على رئيس ديالهم مرت فيه هاد التهم، يعني كل شيء غادي يتوقف. شكون غادي يخلص اللعابه وكيفاش تبقى الفرقه غادا وتكمل هاد الموسم؟ حنا يلا في النص ديال الموسم، ولكن ماشي اول مره كيطرا هادشي في تاريخ كره القدم. في عام 2017 كانت شدو دخل الحبس رئيس فريق برشلونه ساندور روزي، ضرب الحبس في قضيه تبييض الاموال، والفرقه بقات شاده الصداره ديالها هذيك الوقت.
خوسي سيفيل رئيس التاريخي ديال اتلتيكو مدريد حتى هو ضرب الحبس، والفرقه مازال بقات شاده الصداره، بقات كطحن البارسا والريال. وهذا الشيء اللي كنتمناو فريق الوداد البيضاوي. هذا الشيء فيما يخص الفريق صافي. اما هاد الاعتقالات اللي ولينا كنلاحظوا ريوس كبار كيدخلوا الحبس، فراه هذا بحد ذاته انجاز كبير في البلاد. وحتى حنا هذا الشيء اللي بغينا القانون يكون فوق الجميع، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. كان معكم صلاح بن شرقي من قناه صلاح تي.